عالفيحة دوم وياكم، راح احكي كل همومكم وش ما يدور بيومكم من تعب يا مظلومين، وانا وياكم كل حين الناشد المسؤولين ونطالب المسؤولين، وحيا الله وحياكم، وحيا الله وحياكم والفيحة دوم. اهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة الفيحة بيت العراقيين، وحياكم الله. إنما الأخلاق تنبت كالنبات، إنما الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. تنبات يهل تمشي بنص الليل، وين رايح؟ يهل تمشي بتالي الليل تنبات، يهل ساري بتالي الليل تنبات، ولك 10 على الشفين. تنبات إلك 10 على الكفين تنبات. ترى الأخلاق يا أولادي، ترى الأخلاق مثل الزرع، ترى الأخلاق مثل الزرع، تنبات إذا تسقيها من ماء الزكي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. واليوم نريد نتكلم عن التربية الإسلامية داخل المنزل وخارج المنزل. وللتربية الإسلامية دور كبير، لكون الحمد لله والشكر المجتمع اللي نعيش به هو إسلامي، والدولة دستورها إسلامي إن شاء الله. وما يعني هذا أنه إسلامي تغيبا لباقي الأديان، لا، لكم دين ولي دين. هذا المنهاج ماشي عليه كل الأديان من قديم الزمان. وفي عهد الرسالة الإسلامية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما معنى الحديث في حديث نبوي شريف يقول إن الإنسان يولد على الفطرة، هودوا أبناءكم ونصروا أبناءكم ومجسوا أبناءكم. يعني في وقتها حتى الدين المجوسي ذكره مع الأديان، مع باقي الأديان. فما معناه أنه ماكو تغييب ولا أكو هضم حق لباقي الأديان. المسيحي مسيحي، والمسلم مسلم، واليهودي يهودي، والنصراني وإلى آخره. وهذه رسالة وحديث نبوي شريف. فالتربية الإسلامية في داخل البيت لها دورها، إضافة للتربية الإسلامية في مناهج الدراسة الموجودة عندنا. أكو في المناهج الدراسية التربية الإسلامية والتربية الحياتية والتربية الوطنية وحتى التربية المنزلية. فهاي إلها دور وهاي إلها دور، لكنه الطفل من يتربى بالبيت الدور الأكبر راح يكون للعنصرين الموجودين بالبيت، الأب والأم. هذا أهم ما موجود بالبيت، هو محور التربية الإسلامية داخل البيت. في يوم من الأيام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور زار أحد السجون اللي بها الأمويين، فتفقدهم، قال لهم: شنو نقصكم؟ شنو تحتاجون؟ قالوا له السجناء: احنا ما محتاجين كل شيء ما عدا تربية أولادنا. أيوة، ما محتاجين أي شيء من السجن، ولا محتاجين من عندكم هم أي شيء، بس محتاجين تربية أولادنا اللي بقوا بدون مربي بدون أب. يعني هذا الوالد وهذا تأثيره في التربية البيتية، وإضافة إلى البيئة، اختلاط الطفل بأقرانه وأصحابه. هو احنا لو نشاهد وشفنا وقرأنا ودرسنا، وانتم كلكم شاهدتوا
وعلميا يعني علميا بدرس علم الحيوان أن الإنسان له القدرة في ترويض الحيوان. جاي تشوفون أنتم بالسيرك كيف يروضون هذا الدب والنمر المفترس اللي يقتل، هذا يروضونه على أن يطلع وسيرك ويرقص ويؤدي ألعاب بهلوانية، هو والدب والحصان يرقصونه على الموسيقى. فكيف أنه الإنسان ما يقدر أن يروض إنسان بعقل وفكر؟ وش قد أكو فرق بين الإنسان والحيوان مع احتراماتي للإنسان؟ شقد أكو فرق؟ الإنسان عقيل وتفكير وأكو عنده حواس تختلف عن الحيوان، فمو معقولة أن الوالد ما يقدر يروض ابنه على التربية الإسلامية والدين الإسلامي وشرائع الإسلام والقانون الإلهي اللي مطبق في الأرض. وشفتوا أنتم طلعوا من خلال التلفزيون وشاشات التلفزيون أنه بزونة تطلع تغسل هدوم، عجيب، بزونة قاعدة ولابسة سدرية وتغسل هدوم وتنفضهن. شلون المرأة عندنا تغسل هدوم بالطشت؟ يعني هذا ترويض. تكرمون شادي ماليزيا دولة آسيوية، مروضينه ومعلمينه يطلع من البيت بباسكل وبالبيت ينطي ورقة مكتوب بها مواد غذائية يروح يتسوق، شادي يتسوق على الباسكل ويجي يوقف أمام البقال والبقال يعطيه خيارة ياكلها تضواقه هذا الشادي ويأشر له حط لي من هذا حط لي من هذا حط لي من هذا، وياخذ الورقة وياخذ فلوسه ويرجع له ويخلي له بالجنطة ويروح على القصاب وعلى الخضار وعلى هذا حيوان. واحنا عندنا البزونة نهار كله كالضباب المطبخ، تحشد بزازين الله وكيلكم، حصر عليك يجيب لك كيلو زوري تحشدت البزازين. يابا قل السمكات وخلينا ناكلهن، ما تشوفين التحشيد؟ لا خلي اي مولحن، خلي تصيبهن الملوحة شوية، خلي تملحن خلي تملحن. يابا اي تملحن البزازين ولتنا وليه، هاي بزازيننا احنا الموجودة.